اكيد عم تسالوا وين رايح ضابط غراضي. طبعا انا رايح عندي مؤتمر معارضه، بما انه انا معارض كبير فشيء طبيعي يكون عندي مؤتمر معارضه. بس ما بخفيكم سر، انا كنت خايف ما تنتهي الثوره وما اطلع ولا مؤتمر ولا سافر لي ولا سفره. يعني ما حلوه معارض كبير مثلي ما حضر ولا مؤتمر او ما سافر له ولا سفره. واكيد انتم رح تسالوا انه الناس وين رايح، يعني شو المؤتمر هذا. المؤتمر انا راح اقول لكم شغله، المؤتمر هو عباره لمناقشه اوضاع الداخل ومشان نحكي عن موضوع الاسير. الاسرى بتعرفوا انتم الاسرى بالسجون صار لهم 8 شهور 9 شهور، في منهم بلا اكل بلا شرب، ما عندهم اواعي، مر عليهم الصيف مر عليهم الشتاء وما عندهم اواعي ابدا. حالتهم بتأسي يعني كثير، نحن كلياتنا معهم عم نتضامن. يعني انا بالنسبه لي نفسيتي تعبانه كثير كثير كثير، لانهم بالسجن كلياتهم رفقاتنا اخواتنا اولادنا. يعني ما بعرف شو بدي اقدم لهم. وهذا المؤتمر بالضغط على الحكومات مشان تقديم الدعم لاخراج الاسرى. كلياتنا لازم نحس احساسهم ونشعر بشعورهم، نشعر شعور باهلنا بالداخل. نحن هون يعني معارضه، بتعرف شو معارضه؟ يعني نفسيتنا كثير تعبانه من شانكم. بس دقيقه تليفون، بس دقيقه. الو، ايوه اهلا وسهلا. تمام انا هلا طالع. أنو فندق؟ لا ما بنزل فيه، ما حسبته. 4 نجوم؟ لا انت جايب معارض صف اول. 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم مو مشكلتي. 7 نجوم اذا سمحت. لك رفقاتي المعارضين يضحكوا علي اذا سمحتي. لا ابدا. لا 5 نجوم، اقل من 5 نجوم طب شنتايتي برجع. ما بدكم يعني 5 طب شنتايتي. طيب وبلاقي السيارة الليموزين برا عم تنتظرني إذا سمحتي. طيب يلا بنشوفكم على خير. تمام الله يخليك. بس سؤال وين كنا؟ معتقلين. ايه الوضع النفسي تعبان جدا. انا نفسي تعبان جدا عن وضع اهلنا في الداخل. يعني ما عم ناكل ولا عم نشرب ولا عم نحسن ننام مشان موضوع المعتقلين ومشان هالناس اللي بالداخل. هذا امر كثير مهم. بتمنى انه تتابعوني. صحيح في عندي لقاء بعد المؤتمر على عده قنوات فضائيه، ضروري تتابعوني. بالنسبه اللي عم يسال عن اخباري، جاء صفحتي فيسبوك بس 2000 يعني معقوله واحد مثلي 2000 رجاء من كل الناشطات، مروشه، سوسن، سميره، فوزيه. بموضوع الناشطات يعني بدي همتكم دعم كثير. والله قاعد بالغربه يعني ما في لا شات ولا حدا عم يحكي معي. يعني عندنا خطط كثير نشتغلها مع بعض. يعني انا بنتظركم اخ فارس. بس نقطه مهمه، هي رساله لكل معارض بالخارج ولا بالداخل. اللي بده يشتغل من ضمير الشعب، اللي حابب يشتغل مع الشعب، يعيش ألمه يعيش فرحه. المعارضة مو سفر وروحة وجاية، المعارضة فعل ونتائج. وبتمنى أنا لبعض المعارضين إنه يفهموا الرسالة، أن بدنا نكون إيد وحدة ضد النظام لنوصل رسالة حقيقية.